السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. لو أول مرة تشوفني، معاك مطبخ مكة للأكلات المصرية، وهقولك كل حاجة بكل حب وكل مصداقية. يلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده بقى حبايب قلبي، كان عندي نص كيلو بانيه في الفريزر، وقمت بقى محتارة اعمل مكرونة وبانيه ولا اعمل مكرونة وبطاطس. لا، ولادي اقترحوا عليا المكرونة اللي بيحبوها، عايزين مكرونة بالبشاميل، بس النهارده عملتها في طاجن وبطريقة مختلفة شوية. كان كل المقادير يا حبايب قلبي معانا، وهقول لكم كل حاجة بالتفصيل. اول حاجة كنا بنغلي المية علشان نسلق المكرونة. حطيت معلقة كبيرة ملح ومعلقتين زيت، وأول ما غليت سقطنا كيسين مكرونة اللي هي 400 جرام دي اللي هي القلم. وهتاخد حبايب قلبي 10 دقايق وإن شاء الله هنصفيها. هنا بقى قلنا نعمل أحلى عصاق في الدنيا. حطيت معلقتين زبدة أو سمنة اللي عندك الخير كله. وكنت غاسلة النص كيلو بانيه ومقطعاه مكعبات ومصفياه كويس جدا. حطيناه بقى ياخد صدمة كده، وأول حبايب قلبي ما اللون بتاعه يتغير كده، والفراخ ان شاء الله يكون لونها كده يبقى ابيض فاتح، اللون بتاعها يتغير ان شاء الله. هنشوف نحط عليه ايه. بصوا لونها اتغير كده. حطيت معلقة صغيرة فلفل اسمر. وحبايب قلبي هنحط عليها ان شاء الله دي كانت معلقة برضو صغيرة، دي بهارات فراخ بتديها طعم حلو جدا جدا للعصاج الفراخ. وحبايب قلبي حطيت معلقة صغيرة 7 بهارات، دول اهم بهارات بيخلوها حلوة جدًا، جدًا للعصاج. ونشوّح حبايب قلبي لغاية ما كل البهارات وتختلط الفراخ. وبعد كده حطينا بصلتين حبايب قلبي مبشورين أو مضروبين في الكبة، يكونوا وسط علشان بيدّوا تسكيرة حلوة للنُص كيلو عصاج إن شاء الله. ونشوّح كده لغاية ما يدبل شوية. وبعد كده حبايب قلبي هنشوف هنعمل إيه. هنا بقى بُصّوا المكرونة كنت باقلّبها، وبعد كده كان معايا واحدة فلفل أصفر، عندِك فلفل أخضر ما فيش أي مشكلة، كنت برضُك فرماها مع البصلة. وإن شاء الله نحطها، لإن كل دي الإضافات حبايب قلبي بتدّي طعم حلو جدًا، جدًا للعصاج. ونخلط بقى كويس جدًا. وبعد شوية كده حطينا الملح بتاعنا، حطينا حوالي دي معلقة إلا ربع علشان ده نُص كيلو نخلّي بالنا. وبعد كده حبايب قلبي حطينا الطماطم، دول كانوا 2 مبشورين على النُص كيلو. كل الإضافات دي زي ما قُلت لِك بتدّي طعم حلو إن شاء الله، وبتدّي تسكيرة للعصاج إذا كان الفراخ أو اللحمة حبايب قلبي. وبعد كده هنا المكرونة بُصّوا كانت 10 دقايق حبايب قلبي، وبعد كده نزّلتها صفّيتها. وإن شاء الله هنشوف هنعمل إيه مع بعض. آخر حاجة بقى كده لمّا المَيّة بتاعة الخضار نشفت شوية، حطيت معلقة توم. وأول ما تنشف كده، والفراخ طبعًا ما بتاخدش إن شاء الله وقت السوائل تنشف. بُصّوا كده كانت خلاص جاهزة معايا، والتوم بيخلّيها عسل، عسل يا بنات. في نفس الحلة إن شاء الله بعد ما نزّلنا المكرونة وصفّيناها عشان ما نبهدلش حوالينا كتير وناخد مواعين كتير، حطينا في الحلة نضيفة وزي الفل 4 معالق زبدة أو سمنة، و4 معالق كبار زيت ذرة نضيف. حطينا بقى بُصّوا مَج الشوربة ده أنا باحطه كده بيبقى المقدار معايا مضبوط، حوالي كوبايتين إلا ربع اللي هم كوبايات المَيّة الكبيرة دقيق، علشان حبايب قلبي نعمل كمية محترمة. ما ينفعش نحط 3 معالق أو 4 معالق، لأ إحنا عايزين كمية كويسة علشان حبايب قلبي تعمل معانا مقدار حلو يغطي وش المكرونة. هنا بقى حطيت 2 ماجي علشان أنا ما عنديش شوربة، وكنت هاغطي بحبة لبن وبالباقي مَيّة. عندِك شوربة ما تحطيش الماجي ما فيش أي مشكلة. وبعد ما اتحمّص كده حبايب قلبي 10 ثواني، حطيت على نار هادية الدقيق، حطيت ده كان لتر لبن. بُص أنا فضّيته، وبعد كده كان في حبّة فضّيتهم تاني، وبعد كده زوّدتهم بنُص لتر مَيّة تاني. لو عندِك شوربة زي ما قُلت لِك حُطّي ما فيش أي مشكلة. ونقلِّب بقى كويس جدًا. وبعد كده حبايب قلبي هنشوف نعمل إيه عشان يطلع معانا أحلى بشاميل كريمي وعسل. حطيت
حوالي نص معلقة صغيرة فلفل أسمر علشان ما يغمقش معانا البشاميل، ونص معلقة سبع بهارات حبايب قلبي بتدي طعم حلو جدا، وظبطت الملح عشان احنا حاطين 2 ماجي. لو في شوربة زي ما قلت لك برضو خلي بالك حبيبة قلبي علشان ما يطلعش معاكي حادق. واهم تركة بقى ان احنا نشوح فيه ونقلب كده كويس علشان الدقيق يفك من بعضه وما يتكلكعش معانا. احتاج مية تاني، انا هنا لقيته تقيل شوية معايا، رحت حاطة نص لتر تاني حبايب قلبي. كل ما تلاقي تقيل احنا بنحبه خفيف تزودي المية او لبن اللي عندك. انا كان عندي لتر وحطيت الباقي مية، وهيطلع معاكي ان شاء الله عسل. تخليه في الوسط، ولا تقيل جدا ولا خفيف. هنا بقى كانوا معلقتين جبنة كيري كانوا عندي حطيتهم بيعززوا الطعم، مش عندك مفيش اي مشكلة. بصوا هنا كنت بوريكم قوامه، بيبقى عسل عسل وتحفة، ومش بيبقى تقيل على طول. ما شاء الله ما شاء الله بتطلع خفيفة وعسل. بنفضل نخلط بقى كده لغاية ما الفقاقيع دي كده والدقيق يستوي كويس جدا مع اللبن ومع كل المكونات الحلوة بتاعة البشاميل، ويبقى كريمي معاكي كده حبيبة قلبي. بصوا كنت بوريكم اول ما الفقاقيع كده تظهر كده استوى وزي الفل. يلا بينا بقى عشان نجمع حاجتنا ونعمل احلى طواجن ان شاء الله. هنا بقى حطيت نص المقدار ان شاء الله على المكرونة بعد ما صفيناها، وبنقلب كويس جدا علشان البشاميل يختلط في المكرونة. والنهاردة بقى قلنا هنعمله في الطواجن بدل الصواني، تغيير بقى. فكنت اول مرة اعمله كان عسل عسل. حطيت بقى زي الصينية ما بندهنها برضك حبة بشاميل حبايب قلبي في كل الطواجن. كان معايا الطاجن الكبير والخمسة الصغيرين دول كنت لسه جايباهم من كام يوم، وقلنا بقى نعمل تغيير. والنهارده هنعمل طبقة واحدة بس مكرونة ليا ام مكة، عشان ان شاء الله هيبقى معاكي خفيفة والكمية تقضي، وما شاء الله عليها تحفة تحفة. وبعد كده جبنا دهنة بقسماط. هنا بقى معلش الكشاف كان مفتوح وما خدناش بالنا في التصوير، وبعد كده بقى ان شاء الله دلوقتي التصوير هيتعدل، معلش حبايب قلبي. ففضينا المكرونة كده في الطواجن طبقة واحدة بس. النهاردة بقى هنعملها طبقة واحدة عشان ما تبقاش طبقتين وتبقى تقيلة. لا احنا قلنا بقى النص كيلو هنعمل منه النهاردة كمية محترمة. وفضيت اهو خلصت الطواجن وحطيت في الكبير بقت المكرونة. وحبايب قلبي بصوا هنا بقى عالجنا بقى المشكلة، والضوء جه تاني والتليفون اتظبط الحمد لله. وبعد كده بقى ظبطنا كده الوش بتاعهم، وهنحط بقى العصاج ونشوف هنعمل ايه عشان نعمل احلى طواجن النهارده. والكميه الحمد لله محترمه وكفت. بصوا بقى العصاج وجماله وتحفه تحفه ما شاء الله. عايزه تعمليه بلحمه بنفس الخطوات تعمليه بلحمه مفيش اي مشكله. حطيت في الطواجن والطاجن الكبير ولغايه ما يغطي كل حطينا كل الكميه ونغطي كده كل الطاجن ونفرده. وهنشوف هنعمل ايه مع بعض حبايب قلبي. تغيير بقى عن اللي هي طبقتين وعن الصينية. كنت أول مرة أجربه بصراحة، وكان عسل عسل يا بنات وتحفة ما شاء الله. غطيت كده وكان معانا شوية جبنة، مش عندك مفيش أي مشكلة. كانوا حبة عندي في الفريزر فطلعتها قبليها بنص ساعة تفك كده، وقلنا نحطها علشان كلنا عارفين الجبنة بتدي تيست وطعم حلو جدا. وإن شاء الله حطيت كده في الخمس طواجن والطاجن الكبير، وكانوا تحفة تحفة. ما عندكيش أنا مش بغرمك على حاجة مفيش أي مشكلة حبيبة قلبي. حط البشاميل وهنسويه ان شاء الله ما يجراش اي حاجة. هنا بقى حوالي خد معانا في التسوية ساعة الا ربع، واخر 10 دقايق حبايب قلبي او 5 دقايق دول بنحطها على الشواية تاخد تحميرة خفيفة. هنا كان معايا بقى بضاية ورشة فلفل اسمر، وكنا هنحطهم في اخر بقى النص التاني في البشاميل علشان يدوا لون احمر كده. انا بحط واحدة بس بصراحة مش بكتر، وشعراية فلفل اسمر، ونحطه بقى في البشاميل الكريمي العسل اللي ام مكة مشهورة بيه. وكل اللي ياكلها عندي ما شاء الله يقول لي الطريقة جميلة جدا وبيطلع زي العسل، ولا متكتل ولا اي حاجة، كريمي وتحفة. ومش قادرة اوصف لكم ان شاء الله تعملوها على خير. بصوا بقى غطينا الطواجن عشان كده بقول لك كتري الدقيق عشان يعمل معاكي كمية محترمة. لازم حبايب قلبي وش المكرونة يبقى متغطي بالبشاميل، ما نعملش كمية قليلة ونحتاس. ولو المكرونة ظهرت منك على الوش بتبقى ناشفة، ومن البشاميل اللي بيبقى قليل بتظهر كده وبتبقى ناشفة ومش شكلها مش لطيف. لازم تعمل معاكي طبقة من فوق وقشرة كده تغطي المكرونة عشان تطلع معاكي جوسي وطعمها تحفة. بصوا الجمال بقى. بصوا مش بشاميل كريمة لباني بقى قشطة حاجة بقى كده تحفة تحفة. يلا اعملي لي لايك بقى واشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد بكل حب وكل مصداقية. فضيت كده حبايب قلب البشاميل والحمد لله قضى الطاجن الكبير ده وحلو
ما شاء الله كبير، وال5 الصغنّنين دول كنت فرحانة بيهم بقى ولسه جايباهم، وإن شاء الله زي ما قُلت لكم بقى هنحطّهم في الفرن. هنا بقى كان لقيت عندي حتّة قشطة صغيّرة اللي هي العلب الصغنّنة دي، العلبة ب15 جنيه اللي هي بتبقى مبسترة كده، بيبقى طعمها حلو، فقُلت بقى أحُط عشان تبقى بقى غنية وتبقى ما شاء الله عليها تحفة، عشان هي بقى تتاكل كده جنب حبّة ترش، والحمد لله رب العالمين اليوم اتقضّى وكان زي العسل، وكان طعمها في الطواجن يا بنات تحفة، تحفة. بُصّوا حطينا كده ما عندكيش ما فيش أي مشكلة، بس هم كانوا حبّة عندي. كل دي حاجات حبايب قلبي بتعزّز الطعم وبتخلّيها كريمي وتحفة، وقشطة كده يعني بتبقى عاملة كده زي القشطة كده، فبتبقى تحفة جدًا، جدًا طعم المكرونة. مسحنا بقى هنا من أي بشاميل علشان ما يتحرقش معانا كده ونكون منظمين، وكنت بقى كده دخّلتهم الفرن، ويالّا بقى تعالوا نشوف الجمال والتحفة والحاجة بقى الروعة دي. بُصّوا بتتكلّمي عن نفسيها يا بنات، تحفة، تحفة. اعمليه في الطاجن تغيير عن الصينية، كنت بصراحة أول مرّة أعمله وكان تحفة، وكل واحد بقى من أولادي خدوا الطواجن الصغيّرة دي كانوا فرحانين بيها عن الكبير، وما شاء الله وحبّة ترش بقى واليوم اتقضّى وعملنا وجبة محترمة، وكمان ممكن نعمل منها عزومة على قد إيدينا، واليوم اتقضّى والحمد لله. اتفضّلوا معانا حبايب قلبي، وإن شاء الله تعملوه وتطلع من إيديكِ juicy وتحفة، وحاجة بقى كده إن شاء الله هتبقى إدمان. وعايزة تعمليها زي ما قُلت لِك باللحمة تبقى بنفس التفاصيل، بس إحنا بنميل للفراخ أكتر. اتفضلوا معانا، واوعي تنسيني في دعوة حلوة منِّك لاستمرارية القناة وفعّلي زر الجرس علشان يوصل لِك كل جديد. بُصّي أنا ما كنتش بصراحة عايزة أبهدلهم أوي وأطلّع، بُصّوا كان بيفقفق كده زي ما أنتم ملاحظين بيبقبق كده عشان الطاجن بياخد سخونية أكتر، وكانت juicy بقى، ومهما أحكي لكم ومهما أقول لكم الطعم مش قادرة أوصفه. فأنا كنت بصراحة هاحطهم كده فما قدرتش، كانت سخنة جدًا، جدًا إن أنا أطلّع قطعة. اتفضلوا معانا حبايب قلبي، وتعملوها بخير وحُب إن شاء الله. نسمّي الله ونصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، والحاجة بالاستمرارية في المطبخ والوقفة مع المطبخ إن شاء الله هتكوني ناجحة فيها وتتعودي عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.